اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ بمناسبة بقى اللي داخل علينا كده العيد الكبير، معانا النهاردة أكلة هنعمل لها بقى تتبيلة جميلة جدا جدا جدا. ايه التتبيلة اللي هتعمليها؟ التتبيلة دي بأسرار المحلات، ومش هتخليكي فيها زفارة، وهتشيل الزفارة منها، وكمان هتديكي تتبيلة وطعم خطير خطير خطير. احنا دايما لما بنروح ناكلها من المحلات بنقول ايه التتبيلة اللي فيها، يا ترى ايه التتبيلة اللي فيها، يا ترى ايه سر طعمها الجميل دوت. هيجي لكم النهارده بالسر الطعم الجميل دوت. معايا كوبايه من اللبن، حطيت معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، حطيت معلقه من البابريكا، معلقه من الشطه، حطيت معلقه خل، وحطيت كمان راس توم كده مهروسه بس تكون ناعمه قوي، وحطيت حطيت كمان ليمونه عصرناها كده حلو اهيت. ورحنا ايه جايين حاطينها، ومعلقه جنزبيل. دي كل المكونات اللي انا حطيتها على كوبايه اللبن بتاعنا كده. ومعايا دلوقتي كيلو من الكبده مقطعينه كده شرايح رفيعه، ونروح جايين حاطينها اهي يا جماعه شايفين، ونروح جايين حاطينها كده في قلب التتبيله بتاعتنا بالشكل الجميل ده. وهنسيبها كده لمده ساعه، نص ساعه، الوقت اللي عندك. سيبيها كده ايه في التتبيله بتاعتنا. هنيجي بعد ساعه كده بالظبط، وحطيت دلوقتي كوبايه من الفيجيتار هنحط عليها كوبايه من الدقيق، وكمان هنحط كوبايه من الرده اللي هو نخيل الدقيق. وقلبت المكونات دي كلها مع بعضها، مع الاضافه مع معلقه كمون كمان. ونروح جايين ماسكين الكبده بتاعتنا ايه، نروح عاملينها كده. لو انت بقى عايزه مثلا تنجزي في الوقت، مش تعملي شريحه شريحه، اما تعملي كميه زي كده، بتجيبي المنخل كده وتروح حاطه عليه طبعا حبه من الحاجات اللي انت حطاها اهي، اللي انت بتبهري بيها بالشكل الجميل دوت. وتروحي جايه حطاها كده مع الدقيق والرده والفيجيتار. خلاص كده تعالوا بقى، الزيت بتاعي كان سخن، نروح نازلين بالكبده بتاعتي كده على طول اهو. مش قادره اقول لك ريحتها جميله، كانت قلب الدنيا، طعمها جنان جنان جنان. والله يا جماعه التتبيله ديت بتوديكي في حته تانية خالص، جربيها صدقيني هتنبهري بيها. شايفين حطيناها كده في الزيت بتاعنا، وطلعنا اول طاسه اهي بالشكل الجميل دوت. ما كنتش طبعا منشفه عليها، لا، هي كده يعني يا دوبك بخليها كده تاخد بس اللون الجميل دوت. وطبعا هي السمك بتاعها كان رفيع، مش محتاجه ان هي تتحط على النار كتير، فطبعا هي كانت مستويه وجميله. تعالوا نشوف دلوقتي السفرة بتاعتنا. عملنا سلطة طحينة جنبها، وعملنا بطاطس محمرة وسلطة طماطم. وشايفين الكبدة بتاعتنا اللهم بارك، شكلها جميل جميل جميل. تعالوا نشوف كده يا جماعة هي الطريقة قد ايه. شايفين تحفة تحفة تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، مش تنسوا لي احلى لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد. ورب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد واحلى سندوتش اهو. شايفين اللهم بارك بالعيش ابو رده بقى. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، مش تنسوا لي احلى لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد. ومستنيه التعليق بتاعكم الجميل.